وقعات دعوانا من وطن شقيق منذ زمن ليس ببعيد، من دولة فلسطين، موطن المجني عليه والمتهمة الثالثة. فيه تزوجا وعليه استقر وأنجبا أبناءهما السبعة، 7 صغار لم يقترفوا ذنبا، ولكن قدر لهم أن تكون الماثلة أمهم تناستهم ولم تكن لهم أما رحيمة، فلا هي رفقت بحالهم ولا أرادت العيش لمن كان بهم رفيقا، وأدت ذاك الرفق من نفسها وأرادت أن يكون من غيرها موؤودا. جال في خاطرها قتل من يحنو عليهم وكان بهم رحيما ودودا، من كان لهم سندا وقوة وعلى الظهر معينا. استقر في وجدانها قتل أبيهم غدرا وعدوانا، صممت على الخلاص منه بأي وسيلة كانت. رددت في نفسها الأمارة بالسوء: سأقتلك مهما كلفني الأمر. فجالت بأفكار عديدة، سولت لها نفسها أن تقنع المجني عليه للسفر بحثا عن عمل بدولة أخرى بطريق غير شرعي خلاله يستقل البحار، فتجد من ذلك سبيلا أن تصل للقائمين على تهريبه وتطلب منهم إهلاكه وإغراقه، بيد أنها عدلت عن مخططها خوفا من كشفه. تتوالى الأيام وهي على قرارها، لم يستقم تفكيرها أو ينصلح حالها. بات الغدر معها رفيقا إلى أن لاقت لها شبيها. تعرفت على المتهم الأول والذي صادق المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا بدأت الخيانة. أفصحت له عن مدى إعجابها وحبها له، فبادلها بمثل حديثها. رأت مدخلا لنفسه المنفلتة فتمكنت منه، أغرته ورغبته بجسدها. قصت له سوء علاقتها بالمجني عليه وحسته على الخلاص منه، فما كان من الأخير إلا أن رحب بفكرتها ولبى رغبتها. سيطرت عليه روحه المنفلتة طمعا في لحظات المجون والهيام معها، عقب أن وجد في نفسها قبولا. أعد سويا مخططا أحكم دقائقه درسا بأن يستدرج المجني عليه، تقنعه هي بعبور الحدود من أجل البحث عن عمل مؤقت غير ممدود. ولم يدرك المجني عليه بأنها تستدرجه كفريسة لصائد غادر خائن فاجر تردد في بادئ الأمر، إلا أنها أخذت تلح عليه لنيل مرادها فاقتنع بها. ولما لا يقتنع بها وقد أمن لها، ولم يجول في خاطره أبدا أنه خدع بها. تمكنت من ذلك للعبور لجمهورية مصر العربية رفقة ضحيتها وأطفالها. تقابل معهم المتهم الأول مرتديا قناع الصدق والأمانة، مخفيا ما ورائه من كذب وخيانة. اصطحبهم لمسكن استأجره لهم، مكثوا فيه بضعة أيام. تخير أوقات مغادرة المجني عليه لمسكنه لقضاء حاجة أو من أجل نزهة لصغاره. توجه للمتهمة الثالثة، اجتمعا سويا فأغلق الأبواب. راودها عن نفسها فقالت: هئت لك، فآتاها مجيبا هاتكا حرمة الرجال. أمنى بها غير مرة وبأحشائها طفلة تكاد أن تنطق من هول الموقف. لله أشكو غدر أمي بزوجها وهوان حملي بظلمة الأحشاء. لو أنني في رحم أم غيرها لما استحلت جرم خلط الماء. بئس الأم أنت، لو كان الأمر بيدي لاخترت أما سواك. انتهى من فحشهما وهما على فراش الخيانة. لم يجدا أفضل منه مكانا لتدبير الخيانة. عقد مجلسا والشيطان ثالثهما، يحكمان مخططا عنوانه الخلاص من المجني عليه غدرا. ساقتهما عقولهما الضالة، فكرا ودبرا
أن يظهر أمر قتله وكأنه حدثا مقدرا، فيتخلصان منه ثم يأخذان بعزائه ويبديان عليه حزنا، تناسيا ربا مطلعا عالما بأمرهما وما خططا إليه سرا أو جهرا. صار أمر قتل المجني عليه للمتهم الأول شاغلا، جعله عملا أراد أن يكون له منجزا. تقابل مع المتهم الثاني بتاريخ الواقعة وعرض عليه الأمر مبتغيا الخلاص من نفس حرم الله قتلها مقابل ثمن بخس جنيهات معدودة، فلاقى الأخير قبولا واتفقا على طريق الخلاص منهم. فكرا ودبرا وتوصلا لفكرة ضالة، اتفقا على أن يحتال الأول حيلة على المجني عليه يستدرجه لمكان معلوم لهما نائيا عن أعين السابلة، يستكن به الثاني متخفيا متربصا. فأنفذ الأول حيلته مهاتفا المجني عليه طالبا منه مقابلته من أجل البحث عن عمل، فأجابه مسرعا شغوف الأمل، يغادر مسكنه دون أن يعلم أنه يساق كذبيحة، تودعه خائنة وتنظر إليه كفريسة. نظرة الوداع لمسواه، نظرة أخيرة لم يشفع فيها سنوات من العشرة توارت مع لحظات من الشهوة المحرمة. هذا اللقاء هو الأخير بظنها، وبظنها تنجو بغير عقاب، فالله يعلم ما يبول بصدرها واستوجبت بالغدر كل عذاب. تقابل المجني عليه مع المتهم الأول فطلب منه الأخير مرافقته لمسكنه، فلبى طلبه وتوجه رفقته لطريق هلاكه. وحال سيرهما تعجب المجني عليه من ظلمة الطريق ووحشته، متسائلا وكأنه ارتاب من أمره، فأجابه المتهم الأول بأنه طريق مختصر لداره، فاطمأن. وكيف لا يطمئن وقد ظن بأن العون بجواره، ولم يدرك أنه يرافق قاتله ومستحل عرضه. واصل السير إلى أن دبت خطواتهما إلى حيث تربص المتهم الثاني، فتحرك الأخير في صمت من خلفهما حاملا سلاحه مسددا للمجني عليه ضربات استقرت برأسه ووجهه. سقط المجني عليه أرضا فلم يستكن، بل والي التعدي عليه حتى لا يمنحاه الفرصة للاستغاثة أو اللوز بمنقذ. تلك هي لحظات الأخيرة لا يملك من أمره شيئا سوى نظرات للمتهم الأول مرددا: الآن قد هان الوداد وخنتني، ووقفت مسرورا لحين مماتي، وتركتني للذاريات تذرني، وفعلت فحشا زلزل السماوات، وهتكت عرضي ثم أنت رميتني، وتركت جسدي لظلمة الخلوات. أتظن أنك قد نجوت؟ والله لا، فعقاب ربي ذات يوم آتي. تأكدا من إزهاق روحه. وهنا استعان المتهمين المنفذين بالمتهم الرابع لينقل جثمان المجني عليه بدراجته ويتخلصوا منه بمصرف، فأنفذوا من تووا. ولم يكتفي المتهمان الأول والثالثة من ذلك فحسب، ولكنهما أراد الإفلات من جرمهما، فتوجها إلى قسم شرطة الحوندية للإبلاغ عن تغيب المجني عليه، إلى أن شاء الله أن يضبطا لينال جزاء ما اقترفتاه أيديهما من جرم. السيد الرئيس، تلك هي واقعتنا قد تلوناها على مسامع حضراتكم، وأعلم يقينا أنني لست بحاجة أن أتطرق لحديث القانون